ندخل في التقيل. ايه هي اكتر حاجة بتخوفك؟ مش قلتلك قبل كده؟ احسن حد يوجعك اللي ما يقدرش يموتك بس معاه نقطة ضعفك. عايزني اقول لك نقطة ضعفي بنفسي؟ كنت فاكرك اذكى من كده وبتركز في الكلام كويس. هو مش احنا بندردش وعادي؟ طب ما انا قلت لك ازاي بحس اني محتاجك جنبي ساعات، وبعدين اديك خايف اهو، امال بقى قادر ومفيش حاجة صعبة عليا وبتاع. هقولك، في حاجة اللي مخوفاني دايما وما اقدرش ما اخافش منها، هي ان في الاخر اخسر كل اللي بعمله. بقالي كتير خايف اكون انا الوحيد اللي اتبقى في جهنم ومفيش كتير جنبي. بخاف بعد كل تعبي ومجهودي وكل اللي عملته المغفرة تسع الكل، وابقى انا الوحيد اللي خسران من الاول للاخر. معلش في الرد، مش عايز اضايقك، بس طب ما هو ده اللي هيحصل اصلا بامر الله. خليني اكمل، انت سألتني بلاش تقاطعني. بخاف منكم لما فعلا ذكائكم يشتغل. في كتير بيقدروا يهربوا مني وبياخدوا ناس معاهم لطريق صح غير طريقي. بخاف من المتعلم وبخاف من الناجح وهو عارف ان سبب نجاحه ربنا، ما بيبقاش شايف ان نجاحه محتاج شوية دلع زيادة، لا شايف ان نجاحه ده لازم يتعامل معاه الخير اكتر واكتر. بخاف من اللي ما بيقطعش صلاته، وبخاف من اللي بيقرا كتابه لا وكمان يشوف التفسير ويبقى على معرفة بيه اكتر واكتر. احنا بنتكلم بصراحة، والصراحة ان المتعلم عارفني وعارف نقط ضعفي. بخاف من اللي عارفني صح وعارف قدراتي بتضعف ازاي. بخاف من اللي مرتاح نفسيا وهو على عهد الله وشايف ان ده الصح ومفيش غير كده. وبخاف من اللي عارف كل ده عني. ايه الجديد؟ طيب ما كلنا عارفين ده. انت ايه اكتر حاجة بتخوفك؟ انا زي اي بني ادم، بغلط وبندم وببقى خايف من غلطي ده يكون ملهوش اي توبة. بيجي عليا وقت بخاف قوي، بحس اني مش مقبول ليا التوبة، بحس ان انا وانا حتى بصلي مش مقبول ليا الصلاة. بخاف قوي تكون الدنيا ماشية كويس وحسابي متساب للآخرة، ودي حاجة ما تطمنش، تخوف قوي، بالذات لو الإنسان مننا بيغلط وبيتوب كتير. بس في مرة كده قريت إن ربنا عمره ما يكره حد تايب. أحسن شخص منزلة عند ربنا اللي يرجع لربنا تايب ومش عايز الغلط تاني. ربنا بيحبنا كلنا ويحبنا نرجع ليه دايما مهما غلطنا، باب رحمته مفتوح، بس بيمتحننا ويشوف احنا فعلا على يقين برحمته وقضائه ولا لأ، علشان يدينا المكافأة المظبوطة اللي احنا نستاهلها. ده انا بخاف ازعل امي جدا. زعل امي مني ده ابشع حاجة ممكن تحصل لي. دعوتها بتفتح لي ابواب الدنيا كلها، فلو زعلت الدنيا بقت عتمة. بخاف من اني اموت في لحظة ضعف، لحظة اكون فيها بعمل حاجة غلط. بخاف لما اضعف بسببك ووسوستك. بخاف ان امسح كل اللي بحاول اعمله بسبب غلطة عملتها. لكن لو فاكر ان كلامي ده معناه ان اقولك اني خايف منك، مستحيل، مستحيل تحصل مني. انا بالاختصار المفيد، انا بخاف من ربنا، ماليش غيره وعايزه يبقى راضي عني بس.